ودخول الوحدة ودخول بنياس 6 فرق، بتكون في صراع كبير جدا في المسابقة في المباريات أو في الأسابيع القادمة. بتثري المسابقة بشكل كبير جدا. طبعا ما يتمناها جمهور الوصل ومن ضمنهم أبو راشد، فأكيد ما يتمنون هذا الشيء، لكن أنا أتكلم عن الإثارة، أتكلم عن تشويق التحديد العام. نحن لين آخر الدوري، آخر جولتين ما نعرف ممكن يكون بطل، فنتمنى. لكن من المفترض نشوف مباراة عالية المستوى نظرا الشوط الأول. الشوط الأول زين 1-0 للجزيرة. 1-0 للجزيرة. يا سلام. أبو راشد عطنا نتيجة. 1-0 الوصل. 1-0 الوصل. يا سلام. في مفتاحين مهمين في الفريقين بسرعة. خومينيز بوزيلو. خومينيز في الوصل، اوكي، بوزيلو في الجزيرة. اوكي. إذا اللعيبة كانوا في قمة الأداء وقمة اللياقة الذهنية راح يعملون فارق في الفريق. عطنا نتيجة. تعادل 1-1. وهي يا سلام. هو ما بينكم أخذ واحد من عندي وواحد من أقول مباراة فيها جولين وطالع في الشوط الأول. شكرا لك كابتن عبد الرحمن محمد، شكرا لك كابتن اسماعيل راشد. حق منو ما أدري، من طالع الشوط وبنعرف نتكلم بعد 45 دقيقة. كابتن علي خميس شكرا جزيلا لك. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى استاد الانتصارات، إلى استاد محمد بن زايد في العاصمة الحبيبة أبو ظبي لمتابعة شوط المباراة الأول في جولة القمم، الجولة التي ستشهد قمتين من العيار الثقيل. اليوم أولى القمم تجمع الجزيرة بالوصل بصوت الأستاذ علي سعيد لأحداث شوط المباراة الأول. بالتوفيق للاعبين وبالتوفيق لك يا أبو فيصل. تفضل لك الكلمة أستاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل محمد الجاسم في استديوهات دبي الرياضية وعلى هذا التيفو الذي اخترعه عشاق الجزيرة لعبد الله رمضان. عندك الفورمولا 1 طبعا هذه الايام في ابو ظبي، هذه الايام الفورمولا 1 سباق السيارات الاسرع في العالم في ابو ظبي، والصوره معبره جدا بالمناسبه، الصوره حلوه. اللي يفكر في الصوره، اللي اخترع الفكره، هذا لا شك انه يستحق ان يكرم، لان الصوره بالفعل عبد الله رمضان طبعا بالفانيلا بالجزيره بالفورمولا 1 بابو ظبي بقمه كبيره عزيزي المشاهد المتابع الدائم لدوري الامارات، والذي وصل اليوم الى جوله الثامنه تبدا بالابتسامات ما بين طاقم التحكيم عادل النقبي وزملائه، وما بين علي سمين لاعب منتخب الامارات، وما بين الكبير علي خصيف ايضا لاعب منتخب الامارات. على ذكر منتخب الامارات، ما اكثر الاسماء في مباراة اليوم التي تنتمي لمنتخب الامارات. اكمل المهمة بنجاح منتخب الامارات، واليوم نعود الى صراع الدوري، صراع الالوان، الاصفر الامبراطور في مهمة اخرى لاختبار صدارة الكبيرة جدا عندما اعتلى القمة بعد الفوز في القمة السابقة امام العين 3-1، واليوم ايضا في قمة كبيرة امام الجزيرة في ابو ظبي. وعادة بل غالبا بل دائما قمم الوصل والجزيرة، الجزيرة الوصل ما تخذلك عزيزي المشاهد اطلاقا، ما تخذلك. قمة فيها الجزيرة، الوصل كانت في دبي او كانت هنا في استاد محمد بن زايد، هذه قمة عبر التاريخ. يا فرانك دي بور هي الاولى بالنسبة لنا، الهولندي ليس اول هولندي في فخر ابو ظبي، ولكنه يواجه اليوم الصربي ميلوش، الرجل الذي قلت بعد مباراة الشارجة في قمة مبكرة، هذا الرجل عنده علوم وعلوم. هذا الموسم مع فريق نادي الوصل جماهير غفيرة من دبي جاءت، وجماهير غفيرة من أبو ظبي جاءت، وجماهير غفيرة تتابع المباراة الآن عبر شاشة دبي الرياضية في قمة كبيرة منتظرة. السابع طبعا نادي الجزيرة، هذا المركز بخسارتين طبعا، فريق
قبل الموسم مرشح كبير جدا عادل النقبي في هذه اللحظات الآن مع سبت عبيد، مع ياسر سبيل، مع سهيل عبد الله حكم رابع، مع عيسى خليفة حكم فيديو أول، مع أحمد الراشدي حكم فيديو ثاني. تبدأ الآن بالصافرة، صافرة الدولي الإماراتي عادل النقبي يعلن بداية المباراة الآن. الجزيرة كالعادة بلونه الأبيض الكامل في الجهة اليمنى من الشاشة، والوصل بلونه المعتاد باللون الأصفر في هذه القمة الكبيرة. تبدأ القمة وتنطلق الآن، ولدينا محاولة في البداية الأولى لفريق نادي الوصل عن طريق فابيو ليما اللي عنده من الذكريات الكثيرة جدا في مباراة اليوم. واليوم بالمناسبة نحن أمام رقم كبير جدا، بل إنه مرعب جدا في هذه المباراة. تصور عزيزي المشاهد ما بين علي مبخوت 213 هدف وما بين فابيو ليما 153 هدف. أفضل هداف في تاريخ الدوري الإماراتي مع ثالث أفضل هداف في تاريخ الدوري الإماراتي في هذه القمة الكبيرة. هذا بوزيلو الآن، هذا الإسباني اللي عنده الكرة الآن لا غيابات كبيرة طبعا مؤثرة. ربما موبيليتي في الوصل يغيب، طبعا لاعب مؤثر في خط الوسط. ولدينا طبعا كريم رقيق المدافع الهولندي المغربي، لكن تبدأ بهذه الصورة، وأعتقد أنها تأخر فيها بعض الشيء. نعم في راية، والراية على وجود تسلل على الكبير علي مبخوت في اللقطة الماضية. التصور عزيزي المشاهد هذا، والمباراة لسه في البداية الأولى. 366 هدف، مجموعة أهداف علي مبخوت وفابيو ليما فقط في هذه القمة الكبيرة. في تركيز كبير من جانب علي مبخوت. نشاهد الآن في هذه اللحظات، وحقيقة ما ذكرنا تشكيلة الفريقين في مباراة اليوم. علي خسيف في المرمى، زايد سلطان الزعابي، فرناندو لوكاس الذي يعود مدافعا، خليفة الحمادي، عبد الله إدريس الدولي الإماراتي، عمر تراوري، بيسكيتس كيبانو، عبد الله رمضان، مامادو كوليبالي، وهنالك علي مبخوت واليخاندرو بوزيلو. هذه التشكيلة الكاملة للجزيرة الذي يعلم بأنه أمام الفرق الكبيرة. بالمناسبة خسر أمام الوحدة في هذا الملعب، تعادل في هذا الملعب أمام الشباب الأهلي، تعادل في هذا الملعب أمام أيضا شارجة، وبالتالي يريد أمام فريق كبير في مباراة اليوم. لكن يبدأ علي صالح في الكرة الماضية، والمحاولة مستمرة الآن للاعب الأرجنتيني القادم من بنياس نيكولاس خيمينيز. هذه الله نقلات جميلة، ومامادو في الكرة الماضية وأمام جماهير الوصل، والكرة تذهب الآن لأن تكون إلى ضربة ركنية. هؤلاء العشاق القادمون من دبي من زعبيل جاءوا مبكرا في مباراة اليوم، المباراة التي عبر التاريخ أنا قلتها وأكررها، لا تخذلك مباراة فيها الجزيرة والوصل أيا كان المكان وأيا كان الزمان. ضربة ركنية الآن، عندك خالد السناني الجزراوي السابق الذي بدأ في الجزيرة قبل أن يذهب للظفرة وأن يتألق مع الظفرة وأن يواصل التألق مع الوصل. كرة من ضربة ركنية لعبت بهذه الصورة من فابيو ليما لخارج أرضية الملعب. سالم العزيزي موجود في الجهة اليمنى، سفيان بوفتيني، يوسف المهيري، عبد الرحمن صالح، إضافة إلى نيكولاس خيمينيز، علي سالمين الدوري الإماراتي، سياكا سيدي بي، فابيو ليما، وأمادو ديالو، إضافة إلى علي صالح الذي يحضر في مباراة اليوم أيضا. هذه التشكيلة الكاملة طبعا بالنسبة لفريق نادي الوصل. غياب موبيليتي طبعا في مباراة اليوم، غياب هنا وغياب هناك، لكن هذه كرة جميلة تصل بهذه الصورة لعبد الله رمضان. محاولة تلعب الآن، وتصل بعد ذلك لنادي الجزيرة. كرة تبعد من سفيان بوفتيني. نعم المباراة منتظر، ما نشاهد الآن بالمناسبة ما نشاهد الآن هو المنتظر في مباراة اليوم. منتظر أن نشاهد هذه الرغبة الكبيرة جدا. الجزيرة لا يريد أن يخسر
لمباراة أخرى أمام فريق كبير، ويعلم بأن خسارة ثالثة في الجولة الثامنة هذا يعني بأن الحديث عن المنافسة على لقب بطولة الدوري سيصبح وضعا صعبا جدا. ويعلم في المقابل الوصلاوي بأنه قادم لملعب صعب لمنافس صعب، وكان في كثير من تبادل الإعجاب بين مدربي الفريقين قبل أن تنطلق مباراة اليوم. إذن هي مباراة أخرى كبيرة في كرة القدم في دولة الإمارات. كرة جميلة الله ملعوبة للأمام وتصل الآن من علي مبخوت وتصل بعد ذلك للدوري الإماراتي الآخر علي صالح. طبعا علي صالح علي مبخوت المهمة مع المنتخب الوطني كانت مهمة كاملة بالعلامة الكاملة. 6 نقاط، شباكنا نظيفة، عندنا 6 أهداف، فوزين متتاليين، وبالتالي نحن الآن نعم المهمة الوطنية أنجزت. الآن العودة للأندية طبعا في استكمال المهمة، وبعد ذلك طبعا سيكون تجمع آخر من أجل أيضا كأس آسيا في الدوحة إن شاء الله تعالى في قادم الأيام. لكن مباراة منتظرة في أجواء جميلة هنا في أبو ظبي، في أفضلية بالمناسبة تاريخية كما يعلم الجميع لنادي الجزيرة في 28 مباراة تتقابل فيها. الجزيرة عنده 18 فوز، 5 تعادلات، 5 مرات فاز نادي الوصل تاريخيا في زمن الاحتراف في لقاءاتهم. الوصل بالمناسبة من حالات فوز الخمس 3 مرات فاز في ابو ظبي، يعني هو فاز 5 مرات في زمن الاحتراف، 3 مرات في ابو ظبي، لكن في افضلية ايضا على مستوى اخر. المواجهات ال8 اللي جمعت الفريقين، الوصلاوي يرى بأنه في موسم المثالي الآن، على الأقل هكذا تشير لنا البدايات الأولى. هذا عبد الله إدريس وهذا فرناندو لوكاس، طبعا لاعب وسط ولكنه يتراجع في غياب الهولندي المغربي كريم رقيق. يبدأ في مباراة اليوم طبعا لاعب مع منتخب البرازيل 8 مباريات دولية في عام 2013، اللاعب اللي عنده الكرة الآن. لكن أجواء جميلة، المباراة بالفعل ما بين فريقين كبار كما يعلم الجميع. هذه انطلاقة في هذا المكان، كرة تلعب الآن ولا زالت المحاولة مستمرة، فيها محاولة من جانب كيبانو، وبعد ذلك لدينا كرة تصل إلى أن تكون إلى رمية تماس عن طريق عبد الله إدريس. مباراة توقف، هذه المباراة توقف المشجع، توقف المحب، توقف الإداري، توقف المدرب، توقف طبعا والسلامات إن شاء الله تعالى لفابيو ليما وعبد الله رمضان لا شك الذي شاهدنا التيفو الجميل بالنسبة له. طبعا الفورمولا هذه الأيام في العاصمة أبو ظبي التي تمتلك واحدة من أفضل حلبات الفورمولا على مستوى العالم كله. هذه طبعا ليست شهادتي وليست شهادة الإماراتي فقط، وإنما هذه شهادة الاتحاد الدولي للسيارات طبعا للفورمولا، الذي قال بصريح العبارة أننا محظوظون، هكذا يتحدثون عن طبعا هذه الانطلاقة الآن، على وجود هذه الحلبة المثالية في كل شيء، في التصميم وفي الانسيابية. وكرة تلعب الآن لنادي الجزيرة، محاولة المرور، لكن علي صالح يؤدي دورا دفاعي. شوف كرة القدم تغيرت، كرة القدم تبدلت، كرة القدم الآن ما عاد عندك لاعب مهاجم مكان الثابت فقط هو الهجوم إطلاقا، بل إن المهاجم يتحول أن يكون المدافع الأول عندما يفقد الفريق الكرة. في خطأ، هذا هو زايد سلطان بدأ مباراة نيبال، وفي مباراة البحرين شارك خالد الضنحاني، وهذا يعطينا انطباع بأن خيارات المدرب الجديد لمنتخب الإمارات الوطني على مستوى اللاعبين خيارات جيدة دائما إن شاء الله تعالى، وعنده خيارات كثيرة إن شاء الله تعالى. الجزيرة كما ذكرت 7 الدوري، سلامات إن شاء الله تعالى، 11 نقطة بعد 7 جولات، 3 حالات فوز، تعادلين، خسارتين، بينما الوصل مع شباب الأهلي بلا خسارة حتى الآن، 7 مباريات، 5 حالات فوز للإمبراطور، تعادلين، أحد فريقين ما تعرضوا للخسارة. وحقيقة في جل المواجهات الكبيرة كان ناجح الإمبراطور، فاز على الشارجة
3-2 في الشارجة، وقابل العين فاز 3 أيضا 3-1 في قمة الجولة السابعة في ملعبه. وطبعا لا شك أنه بلا خسارة يريد أن يستمر كذلك في هذه الجولة الصعبة جدا. غدا إن شاء الله تعالى أيضا عندنا قمة من القمم دورينا، 20 بطولة 21 بطولة أو 22 بطولة دوري في ملعب السيد راشد في دبي، عندما يستضيف شباب الأهلي بألقاب الثمان في الدوري فريق نادي العين اللي عنده 14 لقب دوري في على مستوى بطولة الدوري. ضربة حرة مباشرة حتى الآن 0-0، لا تصدقون 0-0 الجزيرة الوصل، لا تصدقون ممكن تكون بدايتها 0-0 لكن 0-0 ما تطول ما تستمر. آخر تعادل كان في زعبيل 2018، وآخر تعادل سلبي كان هنا أيضا في 2018 يوم ما تعادل رايح جاي، لكن 0-0 لا تحدث كثيرا في مباريات الوصل. وخطيرة بالراس في الكرات الماضية وتصل سهلة، وقبل ذلك كله عندنا راية، والراية على وجود تسلل في الكرات الماضية. هذا هو فرانك دي بور، طبعا شقيقه الآخر هو أكبر من رونالد دي بور بالمناسبة ب10 دقائق، يعني سبق أخوه في طبعا الوصول للحياة من بطن أمه ب10 دقائق. أتكلم عن رونالد دي بور طبعا الشقيق الأصغر، فرانك دي بور هو الشقيق الأكبر لرونالد دي بور، كلاهما مع منتخب هولندا كانوا حكاية كبيرة جدا طبعا مع الكرة الشاملة، ومع أيضا أداء كبير جدا طبعا عبر سنوات وسنوات. لكن هذه محاولة، هذا عبد الله إدريس الآن عنده كرة في هذا المكان، الآن يأتي بكرة لكيبانو تصل في وسط الملعب. علي مبخوت يتراجع، كبير هدافي لقاءات الفريقين طبعا برصيد 12 هدف تاريخي سابق. علي مبخوت يفقدها وعلي خصيف موجود في الكرات الماضية. كرة تصل لعبد الله إدريس، هذا الأداء المعتاد، هذا الأداء المنتظر. الجزيرة والوصل تشوف كرة قدم دائما ممتعة، وقلتها في مرتين حتى الآن وأكررها للمرة الثالثة، ما يخذلونك الجزيرة والوصل على مستوى المتعة، على مستوى المشاهدة، دائما كرة قدم جميلة. هذا سياكا سيديبي لعب بحضور كبير هذا الموسم. عند الكرة الآن من فابيو ليما، ولدينا تدخل في الكرة الماضية، وعندنا مدرب طبعا حتى الآن يقدم حضوره مع موسمه الأول في كرة الإمارات، إنه ميلوش الصربي، 40 سنة، أكبر طبعا ب 13 سنة. فرانك دي بور 53 سنة الهولندي، بينما 40 سنة فقط لواحد من أصغر مدربين كرة القدم في دورينا. هذا كوليبالي وهذا خليفة الحمادي. ودائما اقول ان على مستوى الفريقين طبعا الدوليين، عبد الله رمضان واحد من كبار الدوليين الحاضرين في قمه اليوم. هذا كيبانو الكونغولي، بينما الكره باتجاه عبد الله ادريس ظهير ايسر ثابت مع منتخب الامارات الوطني، لا شك في ذلك. هذه محاوله بينما الكره تصل وتعود. اعتذر عزيزي المشاهد اذا كان في خلل في الصوت طبعا، لكن هذه محاولة. الكرة تلعب الان وتصل بعد ذلك، ولدينا كرة للأمام، محاولة المرور، ولدينا خطأ يحتسب في الكرة الماضية لصالح فريق نادي نادي الجزيرة. نادي الجزيرة هذا نادي الوصل زايد سلطان سقط أرضا في الكرة الماضية. آخر 8 مباريات بالمناسبة ما فيها تعادل ما بين الفريقين، 6 مرات فاز الجزيرة، مرتين فاز نادي الوصل، واخر تعادل كان في زعبيل 1-1 2018، واخر تعادل كما ذكرت سلبي بهذه النتيجه كان هنا في نفس العام 2018. الخطا موجود بالمناسبه على عبد الرحمن صالح. شوف ظهير ايسر يعرقل ظهير ايمن في قمه كبيره منتظره هذا المساء. الان هذه الكره تلعب وتعود وتصل للوصل في هذا المكان بالفعل.
محاولة من خيمينيز يأتي بكرة جميلة الآن تلعب وتنقل وتصل. بعد ذلك علي صالح خطيرة. الله فرصة لديالو أهداه علي صالح. الكرة قال له سجل نعم. شو الله هي الانذار الأول، هو الانذار الأول في هذه القمة براسية ديالو صار له فترة أساسي، وحارس سيفيروفيتش صار له فترة أيضا لاعب عنده 4 أهداف موجود في قائمة البدلاء السويسري اللي بدأ بداية ممتازة. وبعد ذلك خيارات الصيبي تذهب لديالو. هذه كرة جميلة في هذا المكان، الإبعاد من مفتيني، الكرة إلى ضربة ركنية. جمهور وصلاوي كبير قادم من دبي، وجمهور جزراوي وضع طبيعي مباراة في ملعبه في السادة الجميل هنا، حيث هذا الملعب احتضن الكثير من المناسبات التاريخية لكرة القدم الإماراتية والعالمية كذلك. ضربة ركنية الآن، الكرة من ضربة ركنية تلعب وتذهب وتعود وتصل بعد ذلك لعبد الله رمضان. وضع طبيعي أن يراقب، ولذلك مراقب من جانب علي صالح، بينما الكرة تذهب وتعود الآن وتصل في الجهة اليمنى. محاولة المرور والكرة فيها خطأ على فابيولي اللي يسجل الهدف الأول. لا شك أنه يفتح المباراة أكثر، يقرب أيضا الفريق المسجل أكثر. عندك ليما، كل الأنظار تذهب عليه في الوصل، عندك علي مبخوت، كل الأنظار تحاصر في فريق فخر أبو ظبي. ولذلك نحن أمام مباراة، لكن في مثل هذه المواجهات الكبيرة جدا الثقيلة جدا عليك أن تتوقع القادمون من الخلف، واللي أيضا مو معمول حسابهم. أحيانا يثير الدهشة من يأتي وفي يوم غير متوقع، ولكنه يصنع لنا الدهشة، كل الدهشة. هذه ضربة حرة مباشرة. هذا بوزيلو، هذا الإسباني اللي قادم من انتر ميامي، كان يلعب في النادي اللي يلعب فيه الآن ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي. الضربة الحرة المباشرة تلعب أرضية جميلة، الفكرة حلوة، ولكن عنده خالد السناني الذي يسيطر على كرته بصورة جيدة من فرناندو لوكاس. يجعل أو هذا المدرب السيد فرانك ديبور يبدو سعيد حتى الآن بأداء فريقه، لكن طبعا ليس بالنتيجة، لأنه حتى أن تعادل الجزيرة اليوم في هذه القمة الكبيرة هذا لن يكون مرضيا إطلاقا. أنت تتصور في هذا الملعب قابل الشارجة تعادل 1-1، قابل الشباب الأهلي الجزيرة تعادل 1-1 خارج أرضه أيضا، أو في هذا الملعب قابل الوحدة وخسر 1-2، وبالتالي عنده فوز 1 فقط في أرضه في 4 مباريات. كان أمام البطايح 3-1 وعنده تعادلين وعنده خسارة واحدة في 4 مباريات، فوز 1 فقط لنادي الجزيرة. طبعا يريد مباراة اليوم ويعتبرها ربما هي مباراة العودة للبطولة، العودة للمنافسة من الباب الكبير، ولكنه يصطدم الآن بالفريق الأكثر تنظيما ربما في دورينا هذا الموسم. هذه محاولة كرة من جانب عبد الله إدريس. طبعا مباراة فيها الجزيرة والوصل، ونحن في هذه المرحلة الآن من الدوري ولا زلنا في الأسابيع ال8 الأولى فقط. هذه مباراة تحفز كل لاعب. هذه كرة علي سالمين لزميله أيضا يوسف المهيري. محاولة من جانب نيكولاس خيمينيز لاعب بنياس السابق، اللاعب الذي يعطي الإضافة الكبيرة. علي سالمين عند الكرة حلوة. خيمينيز خذوها، فكر بهذه الصورة، وحكم المباراة احتسب الخطأ بأثر رجعي طبعا، لأن نيكولاس خيمينيز تعرقل، وبعد ذلك الكرة ما كانت لصالح نادي الوصل. هذه لقطة طبعا تدخل موجود بالمناسبة من جانب أيضا اللاعب عبد الله رمضان ونيكولاس خيمينيز هنا، والحديث ما بين زايد سلطان الزعابي وحكم المباراة عادل النقبي، الذي بالمناسبة أدار لقاء الفريقين في الموسم قبل الماضي في هذا الملعب. 3-2 الجزيرة، 5 أهداف، ودنا ب5 أهداف، ودنا ب6 أهداف، ودنا ب8 أهداف، ودنا بمتعة، ودنا بمباراة لا تخذلنا مرة أخرى فيها الجزيرة وفيها نادي الوصل وفيها ضربة حرة مباشرة في هذا المكان. بالمناسبة حتى الآن فرص قليلة جدا في المباراة، نتكلم عن مباراة فيها 20 دقيقة، لكن صورة دييغو أرماندو مارادونا يا جماعة
الوصلوية والوفاء والحب والتقدير لأسطورة أبكانا عندما كان لاعبا، وأبكانا عندما غادر الدنيا بشكل مفاجئ جدا. الضربة الحرة المباشرة، فابيو ليما يرسلها الأمام وتبعد الآن تصل لعبد الله إدريس. محاولة قائمة أيضا في الكرة الماضية تعود إلى نيكولاس خيمينيز. ما في أفضلية على مستوى الاستحواذ في المباراة لفريق على حساب فريق آخر، لكن علي صالح ربما يأتي الآن بمحاولة في هذا المكان، محاولة المرور، ولدينا كرة طالت نعم ووصلت لخارج أرضية الملعب. هولندي ترك الجزيرة، هولندي جاء الآن لأن يستكمل مشوار الهولنديين في نادي الجزيرة. وعادل النقبي والوصلوية صغارا كبارا لا شك، بينما الجزراوية في المدرجات كذلك. في لوحة جميلة بالمناسبة في أرضية ملعب استاد محمد بن زايد في مدرجات محمد بن زايد. الصورة جميلة بالفعل، والصورة مفرحة، والصورة مشجعة كذلك ومحفزة للفريقين في هذه القمة الكبيرة. هذه محاولة، كرة جميلة الآن، هذه كرة تستمر الآن في هذا المكان. هذه الكرة تلعب الآن. بسم الله. نعم نعود ونعتذر عزيزي المشاهد. نعم في مشكلة فنية في الصوت، أتمنى أن تكون قد زالت. المباراة الآن في هذه اللحظات، والضربة الركنية لنادي الوصل في الدقيقة الآن رقم 22 من عمر الشوط الأول من هذه القمة الكبيرة. تحفز كبير، انتظار كبير جدا، تراقب أكبر من كل الحضور في الملعب خارج الملعب. في ضربة ركنية الآن، حكم المباراة تحدث طويلا مع طبعا لاعبي الفريقين، لكن عندك ضربة ركنية. نيكولاس خيمينيز على التنفيذ الآن. نيكولاس خيمينيز يأتي بكرة. الله الله، هذا الوصل ناوي، هذا الوصل غير، هذا الوصل مختلف، هذا الوصل نعم ناوي ومختلف. هدف المباراة الأول، هدف المباراة الأول، ريهان ميلوش على ديالو في الموعد الكبير، في القمة الكبيرة، من ضربة ركنية ارتقى عاليا وكان وحيدا بالمناسبة، ارتقى عاليا فوق الكل وسجل الهدف الأول في المباراة، وافتتح القمة الكبيرة براسية مثيرة في مرمى علي خصيف. نعم ارتقى، وكأنه ارتقى وحيدا بالمناسبة، لأن اللاعب الجزراوي اللي كان معاه أبدا ما ارتقى معاه، ارتقى وحيدا في هذا المكان وسجل كرة بالراس، ولذلك كسب ريهان مدربة والوصلاوية سعداء، والوصل ناوي، الوصل غير، الوصل مختلف. نعم، وديالو هنا والجزراوية والوصلاوية الوصلاوية الآن. نعم الهدف الأول يسجل، والوصلاوية في المدرجات على الهدف الأول في المباراة. نعم يتقدم فريق الوصل بهدف عن طريق أداما ديالو اللي بالمناسبة أداما ديالو، والوصلاوية يقولون الله يديم الأيام الحلوة يا أداما، والله يديم الأيام الحلوة للوصل. أداما ديالو اللي سجل هدف الثاني بالمناسبة، كان عنده هدف في دبي في مباراة الفوز على بنياس 3-2، سجل الهدف الأول في تلك المباراة، والآن يسجل الهدف الأول في هذه القمة الكبيرة. والجزيرة يتأخر في ملعبه، وعبد الله رمضان عند الكرة الآن. كرة تلعب بهذه الصورة من عمر تراوري، زايد سلطان، لكن تعود
الوصل أكثر تنظيما بالمناسبة حتى الآن. أتحدث عن طبعا بجانب الهدف، لكن مباراة حتى الآن متكافئة بصورة كبيرة. هذه كرة تلعب الآن وتصل بالفعل لنيكولاس خيمينيز. يا هي إضافة كبيرة يقدمها طبعا لنادي الوصل منذ قدومه من نادي بنياس بعد سنتين في بنياس، الآن سنة الثالثة في دوري أدنك للمحترفين. كانت ولا زالت عن طريق عمر تراوري عندما يكون في أفضل حالاته يعطي الإضافة الكبيرة جدا، والكرة عن طريق خالد السناني. طبعا بدأ في الجزيرة، الكل يعلم ذلك، بداياته في الجزيرة، بعد ذلك تألق في الضفرة قاده للوصول إلى أن يكون حامي عرين الوصلاوية والفهود طبعا والإمبراطور في زعبيل. وطبعا سنة ثالثة أو السنة الثانية نعم العام الماضي بدأ مع الفريق. ولدينا طبعا مع اخوان انطونيو بيتزي مدرب منتخب البحرين الحالي، هو الرجل اللي كان مدرب نادي الوصل في الموسم الماضي. ولدينا مباراة الآن فيها هدف إلى شيء كما ذكرت. آخر 8 مواجهات الجزيرة عندها أفضلية كبيرة، 6 حالات فوز، حالتي فوز لنادي الوصل. ما في تعادل في آخر 8 مواجهات حتى الآن، ما في تعادل في قمة هذا المساء، لكن أمام فريق منظم جدا، نحن نشاهد فريق الوصل، هذا عكس الوصل اللي كان في السنوات الماضية بالمناسبة. في عمل كبير، عمل إداري طبعا لا شك في ذلك، عمل أيضا على مستوى الجهاز الفني. شوف الوصلاوية عندما يفقدون الكرة يعودون بصورة كبيرة للخلف. الآن محاولة مستمرة عن طريق بوزيلو، وربما الجزراوي كان ينتظر الأفضل من أجانبه، وربما أيضا المشاهد الإماراتي كان ينتظر الأفضل من أجانب الجزيرة، لأن الجزيرة عبر التاريخ عنده على مستوى التعاقدات والأجانب عنده كثير من الأسماء الكبيرة جدا. ربما الآن رئيس دولة طبعا ليبيريا جورج ويا طبعا أتحدث عن واحد من الصفقات المدوية طبعا الذي جاء أفضل لاعب في العالم عام 95 كما يعلم الجميع، أول أفريقي يفوز بالكرة الذهبية الأوروبية. طبعا هذا كانت الكرة الذهبية حكرا على الأوروبيين قبل أن تصبح حكرا على ميسي وحكرا على كريستيانو رونالدو. متأخر في النتيجة، ما فاز على فريق كبير منافس حتى الآن. وبينما الوصلاوية هؤلاء هم زاد الوصل وقوته ودافعه وحافزه. وطبعا يدخل اللاعب يشوف المدرب مليان، يشوف التيشيرت الاصفر، يشوف لا شك ترتفع معنوياته. وانا قلت في مباراه سابقه يعني الوصلاوي وكانوا يقول قل المسافات البعيده بيننا ارجوك بحق الله ان تتواضعي. السنوات البعيده، اخر دوري في 2007 طبعا مع زيماريو، وكان في نفس العام طبعا عام الثنائيه، عام الدوري والكاس طبعا في نفس العام. هذه كرة تلعب خليفه الحماد يبعدها عبد الرحمن صالح، ظهير ايسر الوصل وظهير ايسر منتخب الامارات الوطني كذلك، ورمي تماس. الان ما شفنا الجزيره بصوره كبيره في المباراه الان، بينما هذا الرجل الواقعي ميلوش وقد جاء لفريق الفهود وقد حول 11 لاعب إلى مقاتلين حقيقيين. نشاهد روح مختلفة مع الوصل هذا الموسم عن طريق عبد الله إدريس. الآن في وسط الملعب هذا كيبانو، هذه كرة كانت ولا زالت للجزيرة عن طريق عبد الله رمضان، حلوة من لوكاس فرناندو وكوليبالي في الجهة اليمنى. متى يتقدم، متى يعود، متى يسجل، مرور، الله ما طول الجزراوي، يعود عن طريق الظهير الأيمن. وأنا قلت في مثل هذه المناسبات الكبيرة هناك من ربما غير متوقع حضوره لكنه يدهشنا. نعم، زايد الزعابي
هو تقدم، أعطى الإضافة للأمام ونجح في معالجة الكرة الماضية وسجل التعادل. سجل التعادل بإصرار كبير، إصرار كبير. الجزيرة يتعادل بعد إصرار كبير من ظهيرة الأيمن، نعم، من بوزيلو إلى زايد في المرة الأولى، الثانية في شباك الوصل، وتكون الأمور ولا زالت الأمور خطير. الله، نعم 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 نعم، باتجاه علي مبخوت في الكرة الماضية. 10 هدف، كبير هدافي فريق عبر التاريخ في مباريات الفريقين، و30 دقيقة حلوة، 30 دقيقة فيها تأكيد على أن اللقاء في الجزيرة والوصل ما يخذلونك إطلاقا، يمتعونك دائما. طبعا هذه كرة تلعب الآن، لكن 1-1 تقدم ديالو للوصل، عاد بعد ذلك سلطان زايد السعابي وأدرك التعادل عند مباراة تبدأ من جديد الآن. محاولة مستمرة. طبعا الفرق القريبة من الوصل لا شك تريد أن يتعطل الإمبراطور. أتحدث عن شباب الأهلي اللي عنده غدا قمة أمام العين، وأتحدث عن العين الثالث. طبعا هؤلاء يشجعون الجزيرة في مباراة اليوم، هذا وضع طبيعي. كل فريق يتمنى نتيجة هذه المباراة بناء على مصالحه طبعا، لأن لو تعطل الوصل وفاز شباب الأهلي يكون هو وحيد في القمة. العين أيضا لو فاز غدا وتعطل الوصل اليوم يكون أيضا استعاد الصدارة، وبالتالي هي لعبة الحسابات. لكن الجزراوي في مباراة اليوم يريد أن يعود من الباب الكبير، أن يلحق الخسارة الأولى مثلا بفريق نادي الوصل، وأن يعود من الباب الكبير بعد ذلك، لأنه أن تفوز اليوم يكون عندك 14 نقطة، يكون الوصل 17 نقطة، يكون صراع الدوري لا زالت في البدايات الأولى، تكون حسابات الدوري لا زالت في أرض الملعب. لكن عبد الله رمضان الآن بالخطأ في الكرة الماضية، تعود الآن لكوليبالي، مجهود جيد لهذا اللاعب، يفقدها ولكنه أيضا يحصل على خطأ. هذا كوليبالي يتحدث بصوت عالي، وكما ذكرت في 28 مباراة جمعت الفريقين في زمن الاحتراف، أفضلية واضحة للجزيرة، 18 فوز 5 تعادلات، 5 مرات فاز الوصل تاريخيا في زمن الاحتراف. وطبعا في زمن الاحتراف الجزيرة كان البطل 3 مرات، وبينما ولا مرة فاز الوصل طبعا. ولذلك يعني ما شاهدناه في الجولات السبع الماضية، نحن أمام وصل مختلف. هذه الكرة فيها محاولة الآن من جانب لوكاس فرنانديز، تعود إلى نيكولاس خيمينيز، الضغط الرهيب، يسترجع الجزيرة الكرة الماضية، تذهب وتعود وتصل بعد ذلك إلى عمر تراوري. مزعج هذا اللاعب في الكرة الماضية للوكاس، سددها، اصطدت الآن، ولدينا خطأ يحتسب لصالح فرناندو لوكاس. اصطدت في حكم المباراة، ستعطى لفرناندو لوكاس. نعم اصطدت في حكم المباراة. طبعا هذه ضمن التعديلات الجديدة كما يعلم الجميع. هذه المباراة تخليك تبين نفسك، تظهر نفسك أنت. لذلك عندما سئل روي ألن عن سر النجاح قال اظهر نفسك، يعني قدم نفسك بشكل عملي في والمباريات الكبيرة. هذه المباريات اللي يحبها اللاعب، هذه المباريات اللي تختصر لك الطريق، اللي تبين مهاراتك في المناسبات الكبيرة مثل هذه المباراة الآن. هذه محاولة كرة من سالم العزيزي ملعوبة للأمام، وخروج أيضا خليفة الحمادي، وعندك ضربة ركنية. أنا أستغرب باولو بنتو وين عينه من سالم العزيزي؟ نعم لاعب ظهير أيمن ما عنده نقاط ضعف، قوي دفاعيا، ممتاز على مستوى المساندة الهجومية، عرضياته ممتازة جدا. أيضا صار له سنوات يلعب بنفس المستوى الثابت، ولكن مع ذلك أيضا لم نشاهده مع منتخب الإمارات مع السيد باولو بنتو، أو حتى قبل ذلك أيضا مع بعض المدربين السابقين في منتخب الإمارات الوطني. لوكاس فرنانديز، مباراة 1-1 آخر 1-1 2018 في دبي. روما رينيو لاعب الاتحاد السعودي الحالي سجل الجزيرة، وحسن محمد بولو طبعا، لا حسن محمد الشاب صغير سجل بعد ذلك في الدقائق الخمسة الأخيرة التعادل. هذه انطلاقة من علي صالح. المباريات الكبيرة تبغي اللعيبة الكبار تحفزهم
اتكلم عن علي مبخوت، اتكلم عن علي صالح، اتكلم عن فابيو ليما، اتكلم عن علي خصيف. هؤلاء الاسماء، هذه الاسماء الكبيره لا شك منتظره في المباريات الكبيره. شوف علي صالح استقباله الجميل في الكره الماضيه امام زايد سلطان الزعابي، دولي على دولي، دولي على دولي. طبعا المهمه كما ذكرت ولله الحمد اكملت بنجاح كبير جدا. الكره باتجاه لوكاس فرنانديز. شوف هو ينسى نفسه احيانا ويتذكر انه لاعب وسط ولذلك يتقدم، وهذا ربما يشكل خطوره كبيره على مرمى نادي الجزيره. اتكلم عن لوكاس فرنانديز. علي مبخوت في الكرات الماضيه، هذا بوزيلو، هذا الاسباني، كره جميله من كوليبالي تصل لعمر تراوري، مرور اول ثاني ناجح، الله حلوه ولا زالت ايضا تراوري. هذا كيبانو، هذه محاولة عن طريق الكونغولي، يسدد ولكن في متناول حارس المرمى خالد السناني. حلوة المباراة وحلوة القمة، وعندك محاولة الآن تلعب للأمام باتجاه أمادا ديالو الذي يملك كرة الماضية، لكن أمامه أيضا مدافع اللي هو خليفة الحمادي، ويرتكب خطأ وغضب جزراوي على حكم المباراة في احتساب خطأ في الكرات الماضية. خليفة الحمادي الدولي الإماراتي إن شاء الله تعالى يستمر بهذا التألق، لأنه نعم مع منتخب الإمارات يعطي الثقة والاطمئنان مع بقية الزملاء. طبعا يقول وكأن هذه في هولندا ما يحسبونها، هو هكذا تقول الإشارات وتعبيرات وجهه. والضربة الحرة المباشرة. عادل النقبي كما ذكرت استمتع في هذا الملعب بقمة في الموسم قبل الماضي يوم أن فاز الجزيرة 3-2 في مباراة الأهداف الخمسة. عندنا هدفين في الشوط الأول حتى الآن، 36 دقيقة. متابع قنوات دبي الرياضية الكريم في كل مكان. والتعادل الإيجابي 1-1. فابيو ليما لنيكولاس خيمينيز. هذا هو سالم العزيزي اللي كنت اتكلم عنه. ووين ايضا اعين مدرب المنتخب الوطني الاماراتي باولو بينتو عن سالم العزيزي بالفعل المتالق اللافت التالق مع فريق نادي الوصل. كرة تلعب عالية الى بوفتيني سفيان المغربي اللي يسجل هدف بالراس في مرمى خالد عيسى في قمة العين والوصل في الجولة الماضية. والضربة الحرة المباشرة أمامي لوحة. طبعا الوصل أسلوب الحياة في مدينة تنبض بالحياة. مقصود دبي. الوصل أسلوب الحياة في مدينة تنبض بالحياة. والحديث عن دبي دانت الدنيا. ضربة الحرة المباشرة الآن لنادي الوصل، وعلي مبخوت يتحدث. وكما ذكرت عندك 366 هدف. متابع قنوات دبي الرياضية موزعة ما بين علي مبخوت وما بين فابيو ليما الحاضران في هذه القمة الكبيرة جدا. الضربة الحرة المباشرة بالمناسبة هذه المواجهة رقم 13 اللي تجمع علي مبخوت وفابيو ليما في الدوري. الأرقام تذهب لصالح علي مبخوت. 10 مرات فاز علي مبخوت، تعادلوا مرة وفاز فقط مرة واحدة في الدوري ليما على نادي الجزيرة أمام علي مبخوت. ضربة الحرة المباشرة، كرة تلعب بالراس إلى ضربة ركنية أيمن. ضربة ركنية. نيكولاس خيمينيز هو اللي نفذ الضربة الحرة المباشرة. شوف الوصلوية المدرجات، هؤلاء تزدان بهم الملاعب. أتحدث عن الحضور في المدرجات في ملعب يتسع ل40,000 متفرج. طبعا الأستاذ محمد بن زايد. هنا طبعا استضافة الإمارات كأس الخليج، هنا أيضا استضافة الإمارات كأس العالم للأندية، هنا استضافة الإمارات أحداث ومباريات أفرحتنا مع منتخب الإمارات الوطني. ضربة حرة، ضربة ركنية لنادي الوصل. كرة تلعب عالية الآن بهذه الصورة. الله الإبعاد من إدريس، الآن من تراوري. كرة كانت رايحة، شوف كانت رايحة في مقتل، لكن عمر تراوري كرة ليما ما كانت قوية بالمناسبة، ولكنها كانت موجهة بصورة راقية جدا. الكرة الماضية تذهب إلى ضربة ركنية في الدقائق الماضية. الوصل أفضل. وهذا الرجل حتى الآن يقدم لنا وصلا مختلفا. ميلوش بطل الدوري في صربيا، بطل الدوري في أيضا في السويد، ومن المدربين الشباب
اللي كانوا مطلوبين بالمناسبة في أوروبا، ولذلك عندما جاء لم يكن رخيص السعر إطلاقا. هذه كرة من ضربة ركنية كانت ولا زالت، الوصل لا زالت أيضا عن طريق عبد الرحمن صالح، تصل إلى نيكولاس خيمينيز، يأتي بكرة ساقطة لكن عنده حارس مرمى خبير. أتكلم عن علي خصيف. علي خصيف يا سلام يا سلام على التمريرة الماضية، هذه تمريرة، هذه ما لعبها بقدمه، هذه وكأنه لعبها بإيده. أتكلم عن طبعا حارس مرمى كبير فقد طبعا كثير من وزنه. وكرة تعاد الآن من جانب علي مبخوت، تريد خليفة الحمادي، تذهب وتعود في الجهة الأخرى، محاولة مستمرة عن طريق بوزيلو الإسباني. هذا الثراء على مستوى الجنسيات والثقافات المختلفة، المدارس الكروية المختلفة، لا شك يطور كرة القدم في دولة الإمارات. كرة تلعب بهذه الصورة من بوزيلو، عندك إسباني وعندك لاعب من الكونغو وعندك لاعب برازيلي وعندك جنسيات مختلفة، كل يأتي ويعطي الإضافة. كرة سهلة جدا عند خالد السناني في الكرات الوصل. بالمناسبة فوز الأخير في ابو ظبي في استاد محمد بن زايد يعود الى عام 2016. من 2016 ما فاز، لكن عندك كره لسالم العزيزي. سالم العزيزي للخلف الان الى فابيو ليما. سفيان بوفتيني في ضغط جزراوي في اللحظات الماضيه. عبد الله رمضان عندما يكون في يومه، عندما يكون في افضل حالاته، هذا ودك ان الكره ما تغادر قدم. متعك عبد الله، كنت جزراويا ام لم تكن جزراويا؟ كنت محبا لفخر العاصمة أم لم تكن من المشجعين لهذا الفريق؟ لكنك يمتعك طبعا. لاعب القدم اليسرى، لاعب يعطيك إضافة، لاعب يسجل، لاعب يصنع، مثل أيضا هذا الكبير فابيو ليما. هذه محاولة قائمة الآن من علي صالح، تنقل، تذهب، تعود، ولكن تبعد وتعود في خط الوسط من الكل. الله 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 يا الجزراوي، الجزراوي، الله الله، مرت من الكل، مرت من الكل، أشغلت الكل، لا زالت الكرة إلى ضربة ركنية. اللعبة الماضية تختصر كرة القدم لنا كلنا. هذه وبعد ذلك الثانية من عبد الله رمضان. هذه التكملة، هذه تختصر لك معنى كرة القدم التي تلعب على أدق التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. ضربة ركنية الآن، ضربة ركنية. عمر التراوي يقدم عمل جيد في مباراة اليوم. ولدينا هذا اللاعب اللي هو كيبانو. عمر التراوري بالمناسبة عنده من الأهداف هدف واحد سجله في مرمى البطايح، بينما الضربة الركنية الآن عند دقيقة 43 تلعب أرضية وتصل إلى فرناندو. سددها قوية وبتهز الشباك، شباك خالد السناني، ولكن الشباك الخارجية الجزراوي طبعا كان وده بأن الشباك من الداخل تهتز. في اللعبة الماضية عينك على الشباك اهتزت، ولكن الشباك الخارجية للاعب برازيلي كان موجود في الدوري الإيطالي مع سامدوريا، وكان موجود في الدوري أيضا الروسي، ولكنه جاي من الدوري التركي مع أنطاليا سبور. لعب منتخب البرازيل في 8 مناسبات كلها كانت في عام 2013. حلوة الكرة باتجاه عبد الرحمن صالح. الوصل الآن عنده كرة عالية وللأمام وخروج لعلي خصيف، والمدافع بعد ذلك يبعدها إلى ضربة ركنية. مباراة لا تعرف أين تذهب ولا تعرف كيف تستقر الأحوال. حتى الآن لا زالت في بحر هائج. الوصلاوية القادمون من دبي، كانت صورة دييغو أرماندو مارادونا بالمناسبة مؤثرة جدا. مارادونا 2012 في إشارة طبعا إلى التاريخ الذي جاء فيه مدربا أسطورة كرة القدم عبر التاريخ طبعا لدبي، وكان مدربا للإمبراطور. كرة من ضربة ركنية تلعب عالية الآن بالراس أيضا، لكن يبعد بالخطأ، ولذلك تعود الوصل عن طريق عبد الرحمن صالح. الوصل عنده محاولات خطيرة، تسديدة بعيدة من جانب خيمينيز، من جانب الأرجنتيني خيمينيز في الكرة الماضية. الوصلاوية مرة أخرى في المدرجات. أوسكار دورينا لمن يذهب، أوسكار دورينا على مستوى
طبعا والمدرجات تزدان بهؤلاء، والمدرجات لا شك أنها هي تحلى بهؤلاء، وكرة القدم ترتفع قيمتها بالمدرجات التي لا شك أنها هي تعطي الحياة للملاعب للاعبين. كرة في خارج أرضية الملعب، هذا هو سلطان زايد الزعابي اللي عاد الجزيرة بالتعادل. وهؤلاء الجزراوية الصغار الآن طبعا حاضرين في المباراة، حاضرين في استاد محمد بن زايد. اليوم طبعا يوم السبت، بداية إجازة لا شك في ذلك، بينما محاولة من علي صالح كان في الجهة اليسرى، أصبح في الجهة اليمنى من سياكا سيدي بي إلى ديالو. يعيد الكرة، كرة تعود الآن لكوليبالي، وصلت إلى بوزيلو أمام أكثر من لاعب ويفقد الكرة بالتالي، ولدينا ضربة حرة مباشرة لصالح فريق نادي الجزيرة. أتذكر المهاجم طبعا في الوصل بدأ حياته، تألق، شغل الكل. أتكلم عن محمد عمار اللي لعب للعين وفاز معاه بدوري أبطال آسيا، وبعد ذلك انتقل الجزيرة، ومن الجزيرة أيضا تألق، وبعد ذلك لعب. ومحمد عمر بالمناسبة أكثر لاعب سجل الفريقين في مرمى الفريقين، أكثر لاعب سجل للفريقين في مرمى الفريقين. مهاجم لا يجود الزمن كثيرا بأمثاله محمد عمر. واحد من محمد عمر أيام أن كان يلعب تشعر أنه لاعب أجنبي بالمناسبة. وأنا دائما أقول محمد عمر ما أخذ وضعه كلاعب كرة قدم أو كشهرة، طبعا مقارنة بالآخرين. واحد من أفضل الهدافين وين ما راح. بداياته مع الوصل مرعبة جدا، تألقه مع العين كان مرعبا جدا، تألقه مع الجزيرة، حتى في أيام الأخيرة مع النصر بالمناسبة. الضربة الحرة المباشرة فرناندو لوكاس، قوية وحارس المرمى نعم خالد السناني الوصلاوية أنهوا معاناة سنوات في مرمى الإمبراطور، كانوا يعانون من حارس مرمى بالفعل يعطي الإضافة الكبيرة، وجاء السناني وأكد بالفعل أن هذا ما كان يحتاجه حارس أو شباك الإمبراطور. كرة تلعب وخطيرة لازالت، والمحاولة من فرناندو لوكاس والإبعاد من جانب الوصلاوية في ضغط ومن جانب الجزيرة في اللحظات الماضية، في دفاع واضح من جانب أيضا الوصلاوية في اللحظات الماضية. مباراة سجال بالمناسبة. كرة حلوة من جانب عبد الله رمضان، الله علي مبخوت في الله، ياهي لمسة اللمسة الماضية. أنا أطلب فقط من مخرج المباراة هذه اللمسة الفاتنة. الله لكن كرة من علي مبخوت في حالة تسلل، لكن ودي أشوف تمريرة علي بالقدم هذه لا ما أدري يا جماعة إذا كان المخرج أجنبي حد يقول، حد ينبه، حد يقول، لأن في بعض اللقطات لا يمكن ولا يجب أن تهمل إطلاقا. اللي أخذها بالكعب طبعا، أخذها بالقدم الخلفية، هذه عملها مارادونا طبعا في مباراة المجر، كانت أول مباراة له وانتشرت بعد ذلك طبعا. لكن قلة هم من يفعلون ذلك في كرة القدم، قلة هم من يفعلون ذلك في عالم كرة القدم. هذه محاولة كرة تلعب الآن. الشوط الأول من المباراة انتهى، نلعب في الثواني الأخيرة على الدقائق الثلاث المحتسبة كوقت بدل ضايع. تصل لعلي مبخوت في هذا المكان، تصل لعلي مبخوت. نعم محاولة المرور لا زالت الآن عن طريق كيبانو لاعب الكونغولي. كيبانو جميلة في هذا المكان للوكاس فرنانديز. أنا قلت أنه ينسى نفسه أحيانا، يتقدم، يتذكر أنه لاعب وسط يفقدها. نعم هذا اللي كنت أقوله، أنه ربما يفقد الكرة في هذا المكان، وهذا ما سيجعل الجزيرة يدفع الثمن. نعم هو يتذكر أنه لاعب وسط. الضربة الحرة المباشرة الشوط الأول هل ينتهي بالتعادل 1-1؟ نعم انتهى بالتعادل 1-1. بدأها أشعلها الوصل بهدف رأسي لديانو، وبعد ذلك جاء زايد الزعابي وأدرك التعادل عند الدقيقة 29 بين الهدف الأول والهدف الثاني. كان هناك 6 دقائق هي من أعادت الجزيرة المباراة، وأعادت بعد ذلك الهدوء للمدرجات. لكن
المباراة مستمرة، والشوط الثاني إن شاء الله تعالى في قمة الجزيرة، والوصل هنا في استاد محمد بن زايد ستكون مستمرة إن شاء الله تعالى عبر دبي الرياضية. الكلمة الآن تعود مرة أخرى إلى الزملاء في الاستوديو مع الزميل العزيز محمد الجاسم وضيوفه الكرام، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. واعتذر عزيزي المشاهد مرة ومرتين وثلاث، هذه أمور خارج نطاق مسؤولية دبي الرياضية فيما يتعلق طبعا بتأمين الصوت من ملعب استاد محمد بن زايد، لكن تعود الصورة الآن ويعود الصوت الآن وتعود المحاولات الآن بالنسبة لنادي الوصل عند الكرة للخطير. الله
الوصل يعود الآن ويتقدم، والوصل يعود الآن نعم، وتكون الأمور الوصل عنده اثنين في السيد محمد بن زايد والجزيرة متأخر. وهذا السيناريو بالمناسبة اللي بدأت عليه المباراة، نعم هو السيناريو الذي بدأت عليه المباراة، والآن الجزيرة من عمل الكرة شددها لكنها بعيدة 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 في محاولة وفي هدف في الشوط الثاني. لا شك انه يعيد الوصل للتقدم ويعيد المباراة الآن للغليان مرة أخرى. هدف تشوفه مرة ومرتين ومرات لا شك في ذلك، ما تمل اطلاقا ما تمل. شوف ارقام فابيو ليما بالمناسبه صار عنده 154 هدف، ثالث افضل هداف في الدوري بعد مبخوت وتيغالي. مباراته رقم 200 ما فوتها بالمناسبه في استاد الوصل امام العين. مباراة رقم 200 سجلها تقريبا بنفس الهدف اللي شاهدناه قبل قليل، والان يسجل هدف رقم 154 في 201 مباراة، 154 هدفا بالتمام والكمال. 70 هدف في الشوط الاول، الان 84 هدف في الشوط الثاني. نعم ليما قصة حب بالنسبة للوصلوية لا تنتهي. مباراة فيها 2-1، الوصل يتقدم. الوصل صار له منذ 2016، يعني نتكلم عن 9 سنوات كاملة الوصل لا يفوز في ابو ظبي، والوصل عنده كرة، لكن اشاهد وصل منظم بصورة ما اعتدناها منذ سنوات طويلة اطلاقا. هذا الوصل المنظم، وانا قلت بعد الهدف الاول هذا الوصل نامي، هذا الوصل مختلف، هذا الوصل مختلف. نعم كرة فيها خطأ الآن، شوط ثاني من المباراة وهدف ثاني. كرة تلعب الآن، عودة مرة أخرى ونعتذر، وكرة فيها خطورة كبيرة جدا. أنا أعتذر مرة ومرتين و10، هذه مو مشكلة دبي الرياضية إطلاقا، هذه مشكلة طبعا منظمي هذه المباراة على المستوى الفني، لكن انطلاقة تلعب للأمام وكأنك تعلق من أدغال أفريقيا بالمناسبة. هذه أنا ما صارت لي في سنوات طويلة جدا معلق. موضوع الصوت يكون بهذه الطريقة مباراة، أنا أعلق من السيد محمد بن زايد بالمناسبة، أنا غيروا لي المايك 3 مرات 4 مرات بالمناسبة، لكن الكرة تلعب الآن. محاولة في الجهة اليمنى، هل يعود الجزيرة؟ هل يستمر الوصل فائزا؟ في مؤشرات بالنسبة للوصلاوية، الفوز على الشارجة في الشارجة، الفوز على العين في طبعا قمة زعبيل. الآن التقدم على فريق نادي الجزيرة في ابو ظبي، كما ذكرت من 2016 ما فاز الوصل في ابو ظبي. وبالمناسبة الشوط الثاني بدأ بتبديل بالنسبة للوصلاوية، لأن أدخل أوليفيرا اللاعب البرازيلي المقيم مكان علي سالمين، هذا التبديل الأول. لكن هذا اللاعب اللي عندك الآن عند الوصلاوية طبعا لاعب يأمر وينهي على مستوى المباريات الكبيرة. يعني ربما البعض يقول بأن ليما مثل تيلي سانتانا اللي أنا بطل القلوب المتوج دون ألقاب، بطل القلوب المتوج دون ألقاب. كرة من ضربة ركنية أرسلها ليما، وصلت إلى علي خسيف، هل يعود الجزيرة؟ هذا السؤال الآن وهذا الاختبار الآن، والكرة تلعب الآن أيضا لفريق نادي الوصل عن طريق عبد الرحمن صالح. شوف هذا الترابط، هذا التجانس، هذه الروح ما كنا نشوفها مع الوصل زمان في السنوات الطويلة الماضية. ولذلك عندما يتحدثون عن مؤشرات، عن
عن امور ربما تعطي بعض التفاؤل الكبير عند الوصلاويه. يتحدثون عن فريق منظم، عن فريق يصعب الفوز عليه. حتى الان 8 مباريات بلا خساره، مستمر في الفوز في مباراه اليوم، وعنده تعادلين. طبعا مباراة كان متقدم لو تذكرون 3-0 على خرفكان في خرفكان، وبعد ذلك انتهت 3-3. انا اعتقد كثير من الوصلاويه ندمانين على تلك النقاط، لان هي كانت تقريبا في المتناول. 3-0 بسهوله كانت، لكن خرفكان عاد من بعيد وتعادلوا بعد ذلك في ملعبهم في زعبيل امام عجمان. هذين التعادلين الوحيدين بالنسبه للوصل. بعد ذلك عنده 5 فوز، عنده فوز كبير على حتى بخماسيه نظيفه. عندك محاوله الان تذهب وتعود وتصل لعمر تراوري. الجزيره مطالب بعمل اكبر، الجزراوي مطالب بعمل اكبر كذلك في المباراه اذا ما اراد العوده. زايد سلطان الزعابي خطا، نعم الخطا موجود، الخطا موجود على علي صالح في الكرة الماضية. 2-1 الوصل اخر 2-1 في الموسم قبل الماضي كانت في دبي. جيفرسون وجيلبرتو اوليفيرا مع هدف للجزيرة عن طريق عبد الله ديابي. هذه النتيجة الأخيرة للوصل. 2-1 كانت في زعبيل، لكن ضربة حرة مباشرة، الضربة الحرة المباشرة. لكن اللاعب او اللاعب الكبير لما تضيف في المناسبه الكبيره مفترض ما يخذل، مفترض انه يحضر بالفعل. والهدف هو بالمناسبه رقم 9 بالنسبه لليما في شباك الجزيره في زمن الاحتراف. هذه محاوله كره من عبد الرحمن صالح ظهير ايسر، وين موجود؟ ياتي بكره لكن مقطوعه من ظهير ايسر اللي هو عبد الله ادريس. تعود الكره، تذهب وتعود الان من جانب كوليبالي. كوليبالي اقل مباراة اقل من الجزيرة بالمناسبة، مباراة قياسا لاهمية المباراة، قياسا لان الجزيرة صار له 4 مباريات، فوز واحد فقط على البطايح في ملعب اقل، لكن مباراة كبيرة للوصل، اخرى اختبار اخر للوصل. مرور في الكرات الماضية سقط ارضا، والكرة مستمرة الان. سقط ليما في ارضية الملعب، مستمرة الان لابوزيلو. ربما كان منتظر افضل بكثير من بوزيلو، منتظر اكثر بكثير من كيبانو، منتظر افضل بكثير من هذا اللاعب فرناندو لوكاس من جانب الجزراويه. وانا قلتها في الشوط الاول، جانب الجزيره ربما اقل من المنتظر، وبالتالي دائما علي مبخوت هو فقط من يصنع لك الفارق. هذه انطلاقه الان، لكن بوفتيني مدافع بقيمه كبيره جدا، وسياكا سيدي بي في الكرات الماضيه. ولدينا سلامات محتاجين منتخب الامارات. سلامات سقط طبعا في الكرات الماضيه، ونعم محتاجين ليما، محتاجين كل لاعب من لاعبين منتخبنا. طبعا كان في الكرات الماضيه مع عمر التراوري، سقط ارضا. وانا شايف، اتمنى اكون غلطان، لكن تعبيرات وجه ليما بالمناسبة 154 هدف، سجل 136 من داخل منطقة الجزاء، 17 صاروا 18 من خارج منطقة الجزاء، وسجل 8 ضربات حرة مباشرة. ولاحظ طبعا هنا بعض اللقطات في مباراة اليوم في قمة هذا المساء. غدا ان شاء الله تعالى قمة اخرى في استاد راشد في دبي، وهذا نيكولاس خيمينيز 2 مع بنياس بدون طبعا بطولة، ويتمنى السنة الثالثة في الإمارات أنها تكون سنة بطولة. والوصلاوي يتمنى الآن أن تكون إصابة فابي ليما في 201 مباراة، سجل في 111 منها ليما. شوف الأرقام، استمع إلى الأرقام عزيزي المشاهد، في 201 مباراة، بما في ذلك مباراة اليوم سجل في 111 مباراة. أهدافه 111 باليسرى، طبعا قدم المفضلة باليسرى. لما تسأل كم سجل ميسي أكيد أنه سجل باليسرى أكثر من غيره، وهذا ما ينطبق على ليما. سجل 19 هدف بالقدم اليمنى، وسجل 23 هدف بالرأس، واليوم صار عنده 112 هدف بالقدم اليسرى، القدم القاتلة المفضلة بالنسبة له، طبعا قاتلة للمنافسين ولكنها ترسم السعادة بالنسبة للعشاق والمحبين. هو خارج الملعب الآن ينتظر ربما إشارة حكم المباراة بالعودة لأرضية الملعب. كرة تلعب الآن وترسل وقوية، الله الوصل
وهدف ثالث، هدف ثالث، هدف ثالث، هدف ثالث للوصلاوي، هدف ثالث للوصلاوي. ومن يقول الزين، ومن يقول وصلاوي ما يكمل حلا. كل شيء في الوصل الليلة اكتمل، كل شيء في الوصل الليلة اكتمل. نعم، 3 أهداف، 3 أهداف أضربت في المدافع، غيرت الاتجاه ولكنها ما غيرت طريق الوصل، طريق الوصل. نعم، في مباراة اليوم هدف ثالث يسكن مرمى الجزيرة. ومن يقول الوصلاوي ما تكمل حلا. الوصل نعم، الوصل يسجل هدف الثالث بهذه التسديدة البعيدة من جانب عبد الرحمن صالح. ظهير سجل في المباراة للجزيرة، وظهير سجل للوصل في المباراة الآن، ويكون الوصل 3-1. واعتقد بل يعتقد معي الكل ان القمة لا زال لديها متسع قادم مذهل اكثر في هذه المناسبة الكبيرة. عند الدقيقة 62، عند الدقيقة الثانية بعد الساعة كاملة من اللعب المستمر، الوصل 3 الجزيرة هدف. ولدينا انذار هنا في الكرة الماضية. نعم، انذار يرفع على من؟ يرفع على صاحب القميص رقم 14، انه اوليفيرا بديل او اللاعب الذي عوض علي سامين. انذار لاعب مقيم طبعا، لاعب برازيلي، برو دي اوليفيرا او برو نعم، لاعب صاحب القميص رقم 14. واللاعب المشارك في الشوط الثاني انه رودريغو اوليفيرا. 62 دقيقة متابعينا الكرام في كل مكان. الكرة لصالح نادي الجزيرة. تكون الخسارة الثالثة للجزيرة مثلا في الدوري في مباراة الثامنة. لا شك مسألة العودة بعد ذلك، مسألة الحديث عن بطولة تكون صعبة جدا. تاريخيا أنا ما عندي أرقام الآن، ولكن تاريخيا فريق يخسر في أول 8 جولات 3 مباريات يكون بطل دوري. أنا أعتقد هذه صعبة جدا. والوصلاوية الآن شوف طبعا الصورة، مشهد إذا كانت في لقطة خلف مدرجات أو خلف مرمى خالد السناني. الوصلاوية صوتهم عالي الآن، الوصلاوية صوتهم عالي في هذه اللحظات. نعم، هدف ثالث يقرب الوصل، يبعد الجزيرة ممكن، لكن لا زال هناك متسع. والمرتدات سلاح فتاك في عالم كرة القدم. تلعب الآن، تصل لسالم العزيزي، تلعب جميل، الله للأمام. نعم، هذا السلاح الفتاك، لأن الوضع الطبيعي أن يتقدم الجزيرة بكل لعيبته. وضع طبيعي كذلك أن تكون تبديلات الجزيرة من جانب فرانك دي بور القادمة كلها تبديلات من أجل تغيير الصورة وتغيير المشهد. ولذلك نعم، يعود الوصلاوية بصورة كبيرة، يدافعون بصورة كبيرة. وبعد ذلك المرتدات، شوف هذه كرة بالخطأ كانت الجزيرة، تحولت للوصل، عادت للجزيرة الآن، نقلت هنا في هذا المكان. شوف غياب تام بالمناسبة اليوم لكل لعيبة الجزيرة، غياب تام. يعني لم نشهد علي مدحوت لأنه معزول، ما شاهدنا عبد الله رمضان المعتاد، ما شاهدنا مثلا لعيبة الجزيرة. وأنا قلت في الشوط الأول أداء أقل من جانب الجزيرة، أجانب الجزيرة أقل بكثير، لكن خطيرة، فرصة الآن، والكرة من بوفتيني. نعم، في الكرة الماضية تذهب لأن تكون خارج الملعب. شوف هذا قلب دفاع وين موجود للأمام. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الرهان دائما على القادمون من الخلف عندما يتعلق الأمر. مباراة مستمرة، صوت الوصلاوية هو العالي الآن في المدرجات. وديالو يسقط على أرض الملعب، وفرانك دي بور خسر من الوحدة في هذا الملعب، وخسر من خورفكان كذلك أيضا في خورفكان، والآن يخسر في ملعبه أيضا. وكما ذكرت النتائج أمام الفرق المنافسة في ملعبه إطلاقا ليست جيدة. شوف هذا الهدف الأول في المباراة، ارتقى ديالو، لكن بعد ذلك سجل وعاد للجزيرة بعد ذلك. هذا ديالو صرخة تبع الهدف الثاني في بطولة الدوري.
وهذا زايد الزعابي في الأولى قاتل على كرته، استمر بعد ذلك ركن الكرة بهذه الصورة وأدرك التعادل في الدقيقة 29. لكن الهدف الأجمل راح نشوفه الآن عزيزي المشاهد، الأجمل هذا الأجمل هذا الأجمل هذا الأجمل. وين الله 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 الله. نعم، لاعب مو بفصل واحد، لاعب كل الفصول، لاعب كل الفصول، لاعب الصيف والشتاء والخريف والربيع. هذا هو فابيو ليما، 154 هدف، وانا اعتقد انه راح يحطم ارقام تيغالي بالمناسبه. تيغالي عنده 100 وكم 82 182 اعتقد ذلك، ما اعتقد، نعم 182. يعني هو الان 154 على بعد تقريبا 28 هدف من هذا، واعتقد ان ذلك وارد. لكن كره فيها محاوله مرور، وصلت الان الى علي صالح. شوف هذا الانضباط اللي نشوفه في الوصل ما كان موجود في السنوات الماضيه بالمناسبه. فريق منضبط، فريق يلعب بروح عاليه جدا، ولما تكون في انضباط ويكون في روح وضيف عليهم المهاره والموهبه عند اللعيبه، تكون الامور. نحن امام فريق مرشح كبير جدا بالمناسبه، فريق مرشح كبير جدا لربما أن يقول للسنوات الطويلة الماضية، المسافات البعيدة بيننا، أرجوك بحق الله أن تتواضعي. في إشارة طبعا إلى بعد السنوات منذ عام 2007. لكن عندك كرة الآن من خليفة الحمادي، بوزيلو، محاولة قائمة عن طريق عبد الله إدريس. هذا بوزيلو اللاعب الأجنبي الكبير، تبغيه في المناسبات الكبيرة، تبغيه في مباراة اليوم مثلا. هذه الكرة باتجاه ايضا عمر تراوري، عمر تراوري معاك عبد الله رمضان، فكر في الحلول الفرديه، مر في الاولى، العرضيه حلوه جميله، لا زالت علي مبخوت في منطقه الجزاء، لا زالت بقدم علي مبخوت كذلك يملكها، وكره تعود وتذهب، وفي عرقله وفي خطا لصالح نادي الجزيره. بالمناسبه الجزيره مو بعيد، لو يسجل في الدقائق القادمه الخمس القادمه مثلا تكون فرق هدف، وخذ لك مباراه، خذ لك مباراه، استمتع بمباراه. في تبديل قادم، كايو كانيدو سيكون البديل الان لنادي الوصل، بديل ذهبي، عنده هدفين بالمناسبه، عنده هدفين، كلما شارك كلما اعطى الاضافه. وانا طرحت السؤال في مباراه منتخبنا الاخيره امام البحرين، وانا اعلق على المباراه ان لاعب ليس اساسي في ناديه. هذه محاوله عاليه، كره تلعب بالراس الان، لا زالت قائمه، ويلعب اساسي مع منتخب الاماراتي. طبعا هذه ليست ظاهره يعني بالنسبه لي، هذه موجوده في تاريخ كره القدم. وانا ضربت مثال ايضا بلاعب كبير جدا وهو الراحل الايطالي باولو روسي، اللي كان طبعا في السجن، وهو إنزو بيرزوت لو تذكرون كان مصرا على أن يأتي به وأن يلعب في منتخب إيطاليا. والصحافة الإيطالية قالوا له أنت مجنون، قال لهم سأكون العاقل الوحيد بينكم بعد المونديال. ونعم بعد المونديال فاز بلقب هداف المونديال باولو روسي، وأهدى بلاد إيطاليا كأس العالم، ولولا أهداف الستة ما كانت إيطاليا إطلاقا بطلة لكأس عالم في إسبانيا عام 82. هذه كرة تلعب الآن للأمام، محاولة مستمرة، كوليبالي شوف مع كل الاحترام والتقدير، لكن أجانب الجزيرة، الأجانب نعم هم ربما أقل الأجانب بالنسبة للفرق الكبيرة، أقل أجانب حضروا لنادي كبير، نادي مرشح للقب بطولة الدوري، هم أجانب نادي الجزيرة. انطلاقة من فابيو ليما في هذا المكان، يأتي بكرة علي صالح، مرور العرضية، والكرة الآن وصلت إلى ضربة مرمى أو إلى حالة تسلل في الكرة الماضية. مباراة تستمر، كايو كانيدو سيكون البديل. مكان مين؟ مكان ديالو. هذا يتعب المدافعين بالمناسبة، ديالو يتعب المدافعين، فعال، وسجل هدف مهم جدا، هو الثاني بالنسبة له هذا الموسم بعد هدفه في مرمى بنياس. يخرج من أرض الملعب، دولي إماراتي، كايو كانيدو سيعوض الآن. عندك مدرب يتعامل مع لاعبيه كما يتعامل لاعب الشطرنج
مع طبعا قطع الشطرنج في شوف الروح، يسلم على الكل طبعا في موسم مثالي لا شك في ذلك. كرة تلعب الآن، محاولة تبعد وتعود في وسط الملعب من جانب خيمينيز، وصلت لعلي صالح، نقلت للأمام وتبعد من جانب زايد الزعابي. فرناندو لوكاس، عبد الله رمضان سليمه باتجاه عمر التراوري، حاول المرور ولكن من امامه تبعد من عبد الرحمن صالح اللي طبعا كان قد سجل الهدف الثالث في هذه القمه الكبيره جدا. هذه محاوله عند حارس المرمى خالد السناني كما ذكرت بداياته هنا في الجزيره، ثم التألق مع نادي الظفرة، وبعد ذلك طبعا استمرار التألق مع نادي الوصل الآن للسنة الثانية على التوالي. الوصلاوية القادمين من دبي سعداء لا شك في هذه الأمسية الكبيرة جدا. 8 جولات، الوصل لا يخسر حتى الآن. الكرة لفرناندو لوكاس عن طريق زايد الزعابي. فرناندو لوكاس بطيء بعض الشيء، يعني تشعر بأنه ثقيل على مستوى الحركة وعلى مستوى لكن انطلاقه لاعب طبعا بخبرة كبيرة 31 سنة، لكن انطلاقه عبد الله رمضان حلوة الفكرة حلوة الكرة لكن ما اكتملت. وصلت الآن لفريق نادي الوصل عن طريق أيضا كايو كانيدو. شوف عودة كل اللعيبة باستثناء كايو كانيدو، الكل يدافع ويعتمدون على المرتدات، هذه مرتدة لكن تعاد من زايد سلطان، دولي على دولي في الكرات الماضية، ويعتذر كايو لزميله زايد سلطان في المحاولة الماضية، والمباراة تستمر. كايو لوكاس أيضا بينما محاولة من بوزيلو، أليخاندرو بوزيلو لعب كما ذكرت انتر ميامي سابقا، لعب تورنتو في كندا كذلك. هذه محاولة الآن لعمر التراوري. أنا أعتقد أن المطالب بالتبديل الآن محاولة بعيدة. المطالب بالتبديل الآن هو فرانك ديبور. علي مبخوت معزول. نعم. أحمد العطاس طبعا عريس في الأيام الماضية، مبروك يا أحمد، وبالرفاء والبنين إن شاء الله تعالى، وربي يسعدك إن شاء الله تعالى بذرية الصالحة. كان عريس واحتفل به الجميع من زملائه ومن الوسط الرياضي. خروج أليخاندرو بوزيلو، أنا قلت لاعب أجنبي ما يضيف لك يكون عبء على الفريق، لذلك خلفان مبارك أيضا اللي يتمنى الجزراوي الآن أن يعود إلى مستواه. عبد الله رمضان يترك أرضية الملعب، وهذا تبديل بالنسبة لي غريب. صحيح أن عبد الله رمضان اليوم مش في يومه، ولكنه أفضل من كل أجانب فريق نادي الجزيرة. نعم طالع زعلان عبد الله رمضان. خلفان مبارك سيكون البديل في التبديل طبعا بالنسبة لفريق نادي الجزيرة. أجرى تبديلات الآن. خلفان مبارك أحد هذه التبديلات بهدف العودة للمباراة. فريق متأخر، وكرة الآن في هذا المكان، مرور جميل، كايو كانيدو، كرة تبعد وتعود وتصل بعد ذلك أيضا وتنقل لفريق نادي الجزيرة. ما في ردة فعل كبيرة تذكر من جانب الجزراوي، لأن بعض الفرق في ملعبها خسرانة 3-1 لا شك تكون في ردة فعل. ما شفنا شيء كبير. محاولة عن طريق ليما، كرة جميلة للوصل، التسديدة، الله! الوصلاوي اليوم لامس القمر، نعم، بالهدف الرابع، هدف من البديل كايو كانيدو. نعم، وكأن الوصلاوي اليوم بهذا الأداء وهذه الرباعية والهدف الرابع وكأنه لامس القمر بإيده. نعم، كرة جميلة بدأها هزيمة، ومن كان يتوقع أن يسدد من هذا المكان؟ كان الكل يتوقع عرضية. فاجأ خسيف وفاجأ الكل، لكن اللي يفاجئ الكل دائما هو ليما، هو من يصنع السعادة، هو من يصنع الفرح، هو من يمهد الطريق. بعد ذلك الكرة قوية جدا في مرمى خسيف والوصلاوية، وكأنهم لامسوا القمر
يلمسوا القمر بإيدهم طبعا، في إشارة إلى الفرحة، في إشارة إلى 4-1، في إشارة إلى أول فوز على الجزيرة في أبو ظبي من 2016، في إشارة إلى طبعا تألق كبير جدا، وفي إشارة إلى ثبات. وشوف مدرب كل تبديلاته صح، وفي المقابل مدرب هولندي فرانك دي بور فريقه بعد 2-1 ما أجرى شيء يذكر، بعد 3-1 ما في شيء يذكر، بعد 4-1 الأمور واضحة أمامك عزيزي المشاهد متابع قنوات دبي الرياضية. ولذلك نعم أمامنا فريق واحد تقريبا أصبح في الملعب نادي الوصل ب4 أهداف كاملة، 4 أهداف كاملة. صوت الوصلاوية العالي. صار فريقهم صار له سنوات طويلة ما فاز في أبو ظبي بالأربعة، وآخر فوز كما ذكرت 2016. الآن هذه كرة، هذا يوسف المهيري، هذه محاولة من عمر تراوري خطيرة، الكرة الماضية بالراس، ولدينا خطأ على أحمد العطاس، خطأ على أحمد العطاس، خطأ على أحمد العطاس لصالح سفيان بوفتيني. هذا مدافع لا شك يعطي الإضافة بالنسبة للوصل، والوصل كان عنده مشاكل، يعني الوصل مع إسماعيل راشد، مع حميد يوسف، بعد هذه الأسماء في هبوط على مستوى الأداء المدافعين. هذه اللعبة طبعا اللي ربما كان في شك، إذا كان في شك لكن الشك غير موجود الآن. وصلت إلى ليما في هذا المكان، والقادم بعد ذلك من الخلف نعم كايو كانيدو الذي سجل بهذه الصورة 4-1 للوصل في ملعب استاد محمد بن زايد في سنة مختلفة بالنسبة للوصلاوية، لا شك في ذلك. لما يكون عندك مدرب يقودك في تبديلاتك، في وضع طريقة الأداء، في التشكيلة، في التبديلات، في قراءة الفريق المنافس، في المدرب، مجموعة ألوان في شخص واحد، مجموعة صعب جدا تعرف من هو المدرب. والبعض بالمناسبة يطلق عليه المعلم، لأنه يعلمك في بعض الأحيان، يعلمك في كرة القدم. لكن انطلاقة، شوف 4-1 والوصل غير متراجع بالمناسبة في مباراة اليوم. كرة تلعب الآن بهذه الصورة، علي مبخوت، محاولة قائمة في هذا المكان من جانب عمر تراوري، وعن طريق خلفان مبارك. نعم علي مبخوت من المرات القليلة اللي نشوف فيها الجزيرة عنده محاولة. الله، فرصة للعطاس، فرصة للعطاس، أحمد العطاس. علي مبخوت، عينك على الزاوية البعيدة من جانب أحمد العطاس، من جانب أحمد العطاس. نعم ذكية جدا، وكادت أن تكون هدف، وكادت أن تقلص الفارق لفخر أبو ظبي. الضربة الركنية الآن، كرة تلعب بهذه الصورة، تعود لخلفان مبارك، بديل طبعا بديل عبد الله رمضان، عالية وللأمام، خطيرة إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. طبعا دخل أيضا حارس معنا في الصورة، دخل طبعا مكان زميله علي صالح. والوصلاوية الآن سعداء، هذا الجيل ربما الصغير من الوصلاوية ما كان شاهد على بطولة 2007، نتكلم عن 14 سنة كاملة مستمرة. ولدينا ضربة ركنية، كرة تلعب عالية. شوف عودة كل الوصلاوية عندما يفقدون الكرة بما في ذلك فابيو ليما. خلفان مبارك الآن عن طريق لوكاس فرناندو، محاولة من جانب أيضا فريق نادي الجزيرة. علي مبخوت، عالية وخطأ، جول، هدف للجزيرة، هدف للجزيرة، هدف في لعبة الصح، في نهاية الصح. الجزراوي يقلص الفارق وتكون الأمور 4-2. نعم تكون الأمور 4-2 بعد لعبة جميلة. علي مبخوت وبالراس نعم يسجل لاعب الجزيرة اللي هو عمر تراوري يقلص الفارق 4-2. مباراة لا زالت في الملعب، لكن اللي يصنع لك الحلول
اللي يصنع لك الحلول في مناسبات كبيرة. طبعا علي مبخوت جاء بالعرضية وسجل منها فريق الآن، وعمر تراوري ارتقى عاليا وأيضا سجل بالراس، والأمور الآن عنده 4-2 في تبديل قادم بالمناسبة في نادي الوصل. معاك هذا اللاعب، معاك عندك هذا اللاعب صاحب القميص رقم 25 إليكس بيريز كولومبي، طبعا مكان يوسف المهيري، لاعب طبعا الكولومبي اللي بدأ أساسي كما يعلم الجميع. وبعد ذلك طبعا يوسف المهيري أيضا أثبت حضوره. مدرب بالمناسبة اللي يعتمد على الأسماء، مدرب نادي الوصل السيد ميلوش الرجل الصربي، لاعب منتخب كولومبيا عنده مباراة ضد منتخب انجلترا بالمناسبة. نتكلم عن بيريز، ومع ذلك يوسف المهيري طبعا كان عنده هو الخيار في الفترة الماضية. مباراة مستمرة الآن، المحاولة مستمرة، الشوط الثاني مستمر، و6 أهداف 4-2. هذا خلفان، والجزراوي وده أن يعود خلفان مبارك. هذه اللعبة أبدا ما كان متسلل بالمناسبة، استقبل الكرة بصورة ممتازة وأرسلها بعد ذلك إلى عمر تراوري. حتى تفوز بالدوري بالمناسبة أنت محتاج فريق ثقيل. دائما أصعب بطولة في التاريخ هي بطولة الدوري. لذلك أتذكر تصريح من المدرب كان يدرب نادي الشعب زمان في 2014، المدرب الصربي ميتروفيتش عنده تصريح شهير جدا يقول لك لا يمكنك الفوز بسباق الفورمولا 1 للسيارات وأنت تقود دراجة. يعني صعب، مستحيل مو صعب. هذا يوسف المهيري، هذا ديالو، هذا علي سلمين، الثلاثة بدوا المباراة أساسيين. والآن أيضا عندك 3 مختلفين في أرضية الملعب. لا يمكنك الفوز بسباق الفورمولا، وسباق الفورمولا هذه الأيام في أبو ظبي بالمناسبة ما يمكنك الفوز بسباق الفورمولا وأنت تسابق سيارات طبعا بدراجة، هذه مستحيلة. لذلك الدوري في حد ذاته بحاجة إلى عمل كبير واعداد كبير ولاعيبه على مستوى عالي. وعلي مبخوت المراقب في الكرات الماضيه من بيريز كما نتابع. لدينا ضربه حره مباشره، هذا الكولومبي اللي عنده مباراتين دوليتين، الاولى ضد انجلترا في ويمبلي في مباراه وديه. ضربه حره مباشره، هل يعود الجزيره؟ سجل، قلص، كان 4-1، صارت الآن فرق 2، لكن مرتدة لنادي الوصل يتقدم، يسدد، الله، فرصة يتفاعل معها ميلوش لأنه يعلم لو سجلت كان أنهت المباراة وأنهت كل شيء، لكنها ضاعت. نعم، مرتدة بهذه الصورة، أخذها، قطعها، استمر بعد ذلك للأمام. لدينا محاولة في هذا المكان الخطير، ولدينا كرة تبعد، ولدينا محاولة إلى رمي تماس. الجزيرة يتحسن بالمناسبة في هذه اللحظات. الآن الجزيرة يتحسن في هذه اللحظات، كرة من خلفان مبارك، لكن إلى أي مدى هذا التحسن؟ الجزراوي يتمنى أن يعطيه الفارق الكبير في مباراة اليوم. كرة تلعب عالية وبالراس تبعد وتصل الآن إلى أيضا سياكا سيدي بي، عند حارس سافيروفيتش في لمسة يد على السويسري. هذا هو السويسري اللي أهدى بلاده كأس العالم للشباب بالمناسبة، كأس العالم للشباب أو للناشئين تحت 17 سنة في نيجيريا. سجل الهدف الوحيد بالراس واهدى فريقه واهدى بلاده الانجاز الوحيد على مستوى كره القدم لسويسرا. طبعا الان طبعا هو وصلاوي، هذه انطلاقه الان، هذه لعبه لا زالت للجزيره. يتحسن فخر ابو ظبي في هذه اللحظات، كره تلعب وتبعد من جانب عبد الرحمن الصالح، تعود لخليفه الحمادي، كره تلعب عاليه وللامام، محاوله خطيرة وسهلة جدا يا أحمد يا عطاس، سهلة جدا. كان بالإمكان أنه يتصرف بصورة أفضل. شوف، هو أخذها من المدافع بصورة ممتازة. النهاية كانت في متناول حارس المرمى، لكن تصور لو سجلها تكون 4-3
تكون في هذا التوقيت. نعم في هذا التوقيت في 84 دقيقة، طبعا في 6 دقائق وفي أيضا وقت محتسب بدل ضايع، أكيد راح يكون طويل في الشوط الثاني من هذه القمة الكبيرة. هذه محاولة تلعب الآن، وهذه كرة تعود للخلف الآن عن طريق سياكا سيدي بي، لكن من خيمينيز. محاولة مستمرة، الكرة في هذا المكان لرمية تماس. طبعا الوصل مو من صالحه يسرع المباراة، هو يتعامل بذكاء مع رغبة الجزيرة. الجزيرة هو الفريق اللي يسعى لأنه يسرع رتم المباراة. خطيرة من جانب أيضا لاعب الوصل في الكرة الماضية اللي هو حارس، وتصير الآن لخلفان مبارك. مطالب الجزيرة بسرعة أكبر، هذه فيها سرعة، هذه فيها سرعة من أمام أيضا. وموجود عبد الرحمن صالح لاعب دولي أيضا مع منتخب الإمارات الوطني عن طريق علي مبخوت. علي مبخوت للخلف، عمر التراوي. عمر التراوي تقدم، والكرة للجزيرة، لكن ابعاد من جانب سالم العزيزي خارج أرضية الملعب. طبعا مارسيل كايزر اللي قاد الجزيرة ل4 سنوات، الهولندي في 167 مباراة، لا زال أكثر مدرب درب الجزيرة عبر التاريخ، محطما رقم أبي البراغا، أول مدرب أهدى الجزيرة اللقب الأول في عام 2011. هذه محاولة عالية الآن، ولكن عالية على الكل، عالية على المدافعين، عالية على الزملاء أيضا خارج الملعب من جانب هذا اللاعب في نادي الجزيرة. طبعا اللاعب اللي أرسلها هو اللاعب مبارك بنزاما، وميلوش الذي يتفاعل مع المباراة. 8 مباريات في الدوري، 6 فوز حتى الآن، تعادلين مع خرفكان ومع عجمان، وحتى الآن لو فاز طبعا يصل إلى 20 نقطة، والدوري لا زال طويل. طبعا الدوري لا زال طويل، ودائما نقول أن الدوري للفريق الأطول نفسا على مستوى طبعا الدوري، على مستوى الجهد البدني، على مستوى الإصابات. هذه محاولة طالت وصلت خارج أرض الملعب في المواجهة رقم بالمناسبة 13 يسجل الفوز الثاني حتى الآن ليما على عندما يقابل علي مبخوت. 10 حالات فوز لعلي مبخوت تاريخيا، تعادل 1 الآن حالة فوز ثانية، والآن يسجل الهدف الثامن بالنسبة له مقابل 10 أهداف لعلي مبخوت عندما يقابل فابيو ليما بالمناسبة في بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم. مباراة لا زالت في الملعب عزيزي المشاهد، متابع قنوات دبي الرياضية. كرة جميلة وصلت لعلي مبخوت، علي الله في هذا المكان، لكن أيضا ما سيطر، ما تقدم لاعب فريق نادي الجزيرة أحمد العطاس. هذا عادل النقبي جرى كثير في مباراة اليوم، جرى كثير. نتكلم طبعا مع الحكم الرابع، الحكم يجري كثير، معناته مباراة فيها عمل كبير، مباراة فيها جهد كبير، مباراة فيها حركة كبيرة. كرة تعاد من جانب كايو كانيدو. شوط ثاني من المباراة في الدقائق الآن رقم 88. كرة من حارس وصلت إلى ليما. ليما شوف بذكاء أخذ الكرة في زاوية، ما وده الآن بهجمة، وده الآن يعطل اللعبة، وده يعيد الكرة للخلف لسياكا سيدي بي عن طريق سالم العزيزي. كرة باتجاه الآن بيريز أيضا الكولومبي. عبد الرحمن صالح، نقلات كانت في الجهة اليمنى صارت في الجهة اليسرى، وصلت إلى كايو كانيدو، نقلت للأمام، تسديدة قوية ولكنها خارج الملعب كذلك أيضا من جانب هذا اللاعب نيكولاس خيمينيز. هم بالعادة البرازيليين والأرجنتينيين ما يحبون بعض، ما يطيقون بعض، وشفنا طبعا المباراة الأخيرة فيما بينهم، لكن على مستوى طبعا يوم يلعبون في نادي واحد طبعا لا شك أن التناغم والانسجام الكبير جدا. في تبديلات الآن، في تبديلات. الجزيرة صاحب القميص رقم 3 أحمد محمود. شوف أنا قلت أجانب الجزيرة، من اللي طلع الآن؟ أجانب الجزيرة هم نقطة الأمل. أيضا دخول للاعب الآخر أيضا أكونو. الجزيرة لو عنده أجانب صح، الجزيرة منافس كبير جدا على لقب. هذه ما فيها كلام، لأن الجزيرة عنده على مستوى الأسماء، عنده مبخوت، عنده خليفة الحمادي، عنده خليل علي
عن سلطان زايد الزعابي، عند محمد العباس موجود في قائمه البدلاء، عند عبد الله رمضان، عند انا عند اسماء وهي نعم، عند عبد الله ادريس ظهير ايسر منتخب الامارات الوطني. مشكله الجزيره اجانب اقل من الطموحات. هذه كره الان لصالح علي خصيف، تكون خساره ثالثه للجزيره مثلا، والدوري لا زال في الجوله الثامنه، تكون مشكله كبيره خارج الملعب. لكن الوصل غير معني بذلك. 6 دقائق عندك وقت محتسب بدل ضايع، 6 دقائق وقت محتسب بدل ضايع الآن في المباراة، وبالتالي نعم هي وصلت إلى الدقيقة 90. نلعب في الدقيقة الأولى من الدقائق ال6 المحتسبة كوقت بدل ضايع. هل يعود الوصل للفوز في ملعب السيد محمد بن زايد للمرة الأولى منذ 2016؟ منذ 2016 ما فاز، آخر مرة فاز هنا 2016. هدفي هوغو فيانا البرتغالي وياسر سالم. وياسر سالم طبعا نجم الوحدة ومدير منتخبنا الوطني. لا، ياسر سالم هذا مدافع كان في الوصل، بينما هدف الجزيرة الوحيد سجله تياغو نيفيز مع كالديرون اللي يومها تفوق على براغا. من بعدها 1-3 خسر في 2017، 0-0 تعادل 2018، 0-2 خسر 2019، 2-3 خسر في 2021، 2-3 خسر في 2022. ولاحظ الوصلاوية والعام الماضي خسر أيضا 0-2 هنا في هذا الملعب، وبالتالي سيكون فوزا أولا للوصل في استاد محمد بن زايد منذ عام 2016، وفي ذلك مؤشر كبير جدا. بالمناسبة هذا الموسم الوصل غير كرة بهذه الصورة خارج أرضية الملعب. من جانب حارس، مدرب بدأ الموسم بحارس، بعد ذلك أعطى الفرصة لديالو، والوصلاوية في المدرجات. يا سلام الله على المشهد وجمال المشهد، وهذه طبعا الصورة المعبرة جدا. الآن هم يشعرون في داخلهم شعور كبير جدا يكبر يوما بعد يوم أن الوصل سيعود. وطبعا يفترض الفرق الكبيرة جدا ما تطول الغيبات، ما تطول المغيب، ما تطول الغياب عن البطولات. هذه محاولة كرة باتجاه فابيو ليما يعيد الكرة الخلف الآن إلى سياكا سيدي بي، لاعب بالمناسبة يؤدي أدوار غير مرئية، لكن على مستوى استرجاع الكرة بداية الهجمة واحد من أفضل اللاعبين في الدوري. عبد الرحمن صالح الشوط الثاني من المباراة، اللحظات الأخيرة، مباراة الوصل القادم بالمناسبة أمام البطايح، ومباراة الجزيرة القادمة ستكون أمام بنياس في ملعب بنياس، بينما الوصل يستضيف البطايح اللي تعادل مع الشارجة طبعا في مباراة مجنونة قبل يومين. 3-3 سيكون هو المنافس المباشر لنادي الوصل في الجولة التاسعة إن شاء الله تعالى عبر قنوات دبي الرياضية. لكن عند الدقيقة 93 هل حسمت الأمور؟ هل انتهت الأمور يا خلفان مبارك؟ أم أن الجزيرة لا زال في أرض الملعب وأن المباراة لا زالت في أرض الملعب؟ كرة جميلة تلعب للأمام الآن، التغطية من عبد الرحمن صالح في الكرة الماضية، والخطأ نعم موجود، الخطأ موجود، الدفع موجود من عبد الرحمن صالح. هو يحس انه في داخله يشعر انه اخطا في التعامل مع الكرات الماضيه، ولدينا خطا نعم لاكونو لاعب الغالي بالمناسبه ريتشارد اكونو. هذا اللاعب اللي بالمناسبه اعلن اسلامه هنا في دوله الامارات ولله الحمد، في بلد التسامح اعلن اسلامه ونطق بالشهادتين طبعا امام اللجنه، وكان ايضا علي خصيف قد لعب دورا في ذلك. الله يجعل ان شاء الله تعالى في ميزان حسناتك يا علي انت ومن ساهم في ايضا ان يعلن اسلامه. ضربه الحره المباشره الان في هذا التوقيت، الجزراوي يرى بانها هي فرصه وان كانت بعيده ولكنها تقرب المسافات، هكذا يراها الجزراوي الآن. ضربة الحرة المباشرة عند الدقيقة الخامسة تقريبا من الوقت المحتسب بدل الضايع. ضربة حرة مباشرة قوية وحارس المرمى أبعدها، ولا زالت مستمرة الآن لفريق نادي الجزيرة. كرة تلعب لكن مرتدة الآن لنادي الوصل، بالفعل فيها مرور وفيها تقدم وفيها رمية تماس لنادي الجزيرة.
رمية تماس لنادي الجزيرة، لحظاته الأخيرة. هذه اللعبة هذه اللي أبعدها خالد السناني في الكرات الماضية، كرات تذهب وتعود وتصل الآن، ولدينا خطأ لنادي الوصل، وأعتقد أن هي الفرصة الحاسمة أو نعم اللي كانت موجودة في اللقطات في الفترة الماضية. الجزراوي يقول لك لو سجلت من الضربة الحرة المباشرة هذه لعبة ذكية جدا، لكن إبعاد من جانب خالد السناني حارس المرمى. شوف الجزيرة اللي قدم للعين خالد عيسى، واللي قدم للوصل الآن والظفرة قبل ذلك خالد السناني. على مستوى حراسة المرمى فقط، وقدم لكرة القدم في دولة الإمارات كثير من الأسماء الكبيرة جدا. النادي الكبير الذي لا شك على مستوى القاعدة دائما ما نضرب المثل في العمل الممنهج للجزراوية، لكن على مستوى اللعيبة الأجانب أنا أعتقد أن من خذل الجزيرة هذا الموسم هم لعيبة الأجانب. كرة يعيد تنفيذ الضربة الحرة المباشرة. تقترب الدقيقة السادسة ويقترب هذا الرجل ربما من مدرب الشهر أيضا لمرة أخرى جديدة، ربما سيكون مدرب الشهر لشهر جديد قادم، لكن إلى فابيو ليما في هذا المرور. الكرة جميلة، خذوا هات، يا سلام الله، لكن ضربة حرة مباشرة. انتهت الأمور عزيزي المشاهد، انتهت الأمور، هو زعلان كان بده يسددها، واعتقد ممكن يعطيه انذار، لكن انتهت المباراة. نعم، مبروك للوصلاوية، هذا الفوز الأول على ملعب الجزيرة منذ عام 2016، وهذه الفرحة وهذه الصدارة المستحقة. نعم 4-2. أداما ديالو، فابيو ليما، عبد الرحمن صالح، كايو كانيدو سجلوا أهداف الوصل الأربعة، وعودة من الباب الكبير في الفوز. وليما مرة أخرى هو كلمة السر عندما يتعلق الأمر بأداء كبير جدا لنادي الوصل. أيها السيدات والسادة، مبروك للوصلاوية وحظا أوفر للجزيرة، مبروك لهذه الجماهير الوصلاوية الكبيرة السعيدة في هذه اللحظات. والحديث بين علي مبخوت وبين خالد السناني.